اهلا بيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم عبد الرحمن ورجعت لكم في حلقه جديده من كورس الاتمته. النهارده هنتكلم عن حاجه هتسهل حياتكم جدا، ازاي ترفع فيديوهات اليوتيوب من خلال تليجرام ويتعمل لها سكادول اوتوماتيك كشورتس. مش شرط الفيديوهات بتاعتك، اي فيديو. كل ده باستخدام الذكاء الصناعي. يعني بدل ما تقعد تفضل تفتح الكمبيوتر وترفع الفيديو وتكتب الوصف وتختار الوقت، كل ده هيتم بضغطة زرار واحدة من موبايلك. العملية دي هتفيدك في شغلك اليومي. لو انت كونتنت كرييتر عندك فيديوهات كتير عايز تنزلها بشكل منظم، لو انت بتدير اكتر من قناة وعايز تحافظ على الكونسيستنسي او الاستمرارية، او حتى لو بتفكر تكسب فلوس من يوتيوب شورتس، وجود الاوتوميشن زي ده هيخلي العملية كلها ماشية لوحدها وانت فاضي تركز على المحتوى بتاعك بس. يعني ببساطة هتخلي الموبايل بتاعك هو الاستديو بتاعك. الادوات اللي هنستخدمها في الفيديو ده احنا محتاجين 3 ادوات اساسية. اول واحدة التليجرام، وده المكان اللي هتبعت منه الفيديو. تاني حاجة الانت ان، ودي الاداء او التخطيط الكامل للعملية، او الادارة والتخطيط الكامل للعملية. وتالت حاجة كلاب اب، وده الذكاء الصناعي. دي الاداة الاتمتة اللي هتستقبل الفيديو وتوصله على اليوتيوب، وهيساعدك كمان يكتب لك عنوان جذاب ووصف قصير وكمان هاشتاجز مناسبة للفيديو اوتوماتيك. يعني كل اللي عليك تعمله انك تبعت الفيديو على التليجرام والباقي كله هيتم لوحده. طيب يلا بينا نبني مع بعض الورك فلو لفيديو النهارده، وفي اخر الفيديو هقول لكم ازاي ممكن تكسب فلوس من ده. الاخبار، وده الديمو اللي احنا عايزين نبدا نعمله علشان يوصل لنا الشورتس بتاعتنا لليوتيوب. ده هيكون شكل الورك فلو الاخير، وده اللي احنا عايزين نوصل له. انا همشي معاكم خطوه بخطوه، هشرح لكم كل حاجه فيه ومش هنقعد نكتبه من الاول علشان كتابته طويله جدا، فهنشرحها على طول. ولو احتجتوا اي حاجه اكتبوا لي في الكومنتس، او في حاجه ما فهمتوهاش اكتبوا لي في الكومنتس. ده هيكون الورك فلو بتاعنا. هيكون بدايه، هيكون عباره عن 3 ستيجز او 3 ستيبس. اول واحده اللي هو انت هتكونفرت الفيديو للشورت، ان انت هتاخد اللينك الانبوت بتاعك الداتا كلها من تليجرام، هتحولها للشورتس، هتعمل تطلع اكستراكت بعد التليجرام تطلع اكستراكت الداتا من المسج بتاعتك، بعد كده تبعتها للسيرفيس اللي احنا هنستخدمها اللي هي clap.app. وبعد كده هتتشيك ان كل حاجه خلاص تمام وانت خدت كل الفيديوز اللي انت عايزها. هنروح لتاني مرحله اللي هي السكادولينج، انك تنظم الفيديوهات بتاعتك على السكادول اللي انت هتكون عايزه او انت هتكون حاطه. وبعد كده نخش المرحله الاخيره اللي هي الببلش للشورت للسوشيال ميديا اللي هنستخدم فيها بلوتاتو. نبدا باول مرحله معانا، هو هيكون التليجرام. ولو جينا بصينا هنا على التليجرام هتلاقي ان احنا هنا مستخدمين النود بتاعه التليجرام نفسه، هنلاقيها installed already هنا. انا في التليجرام هنا، ودي النودز بتاعتنا ان احنا نقدر نجيت الشات والحاجات دي كلها. احنا هنا مستخدمين الجيت شات عشان نقدر نجيب المسج بتاعتنا. وبعد كده لو ازاي هنستخدم او ازاي نعمل سيت اب للشات بتاعتنا من تليجرام مع ان هنعمل سيرش في السيرش بتاعنا في التليجرام على حاجه اسمها البوت فاذر. البوت فاذر ده هتعمله انستول، بعد كده هتلاقي هو هيديك كل الخطوات بتاعتك ازاي تقدر تستارت الشات وازاي تقدر تكريت شات لكل واحده، وهيديك مع كل شات حاجه اسمها التوكن. وبعد كده لما تيجي تاخد التوكن بتعمل له سيف هنا. احنا عاملين سيف ده اللي هو اسمه فيديو تو شورتس، ده معناه ان احنا واخدين التوكن للشات دي بس. وبعد كده بنعمل ليسن. هو اول ما بيعمل ليسن او بنعمل اكسكيوت سيت اب، هو ستيب بيطلع لنا كل الداتا اللي احنا خدناها. فانا لو زي ما تشوفوا هنا في التكست اللي انا خدته، انا خدت حاجه اسمها سلاش شورتس. ده معناها ان انا قلت له انا عايزك تعمل لي شورت للفيديو بتاع اللينك ده، وده عباره عن لينك حلقه من الحلقات عندي بتاعت اليوتيوب، وقلت له عايزك تعمل لي شورت واحد بس، فيديو واحد بس. وبعد كده بعمل اكسكيوت، وبعد كده بروح على الاكستراكت عشان اقدر اكستراكت الداتا بتاعتي كلها. زي ما احنا شفنا اللاين ده كله. طب انا محتاج اكستراكت منه ايه هو نوع البروسيس اللي انت عايزه او ايه نوع الاكشن اللي انت عايزه، اللي هو هنا هتلاقي في الاوتبوت بتاعنا اسمه الاكشن بتاعنا ان هو ده بروسيس، ده هيكون ده هيكون شورت، ده نوع البروسيس بتاعتنا. وبعد كده اليوتيوب يو ار ال، ده بيطلع لنا اليوتيوب يو ار ال من المسج اللي احنا بعتناها اللي زي ما انتم شايفين هنا اللي هي دي. وبعد كده بنقول له how many shorts to generate، ده واحد. ده هو عشان كده كتبنا الكود ده الجافا سكريبت كود
علشان يكستراكت الداتا دي كلها من اللاين ده بس. طب ازاي نجيب الاكستراكت ده؟ بنكتب هنا كود وبنفتح المسج، وبعد كده بنختار اللانجوج اللي احنا عايزينها جافا سكريبت، وبعد كده بننادي على اللي احنا عايزينه وبنعمل البروسيس اللي احنا محتاجينها. تمام. طب هو بيجيب البروسيس من فين؟ احنا بننهرت الداتا نفسها زي ما بنعمل دراج ودروب، نفس الكلام بنعمله هنا. بنعمل مثلا كونستنت المسج ايكوال الانبوت اللي هو ده، فاحنا عشان نجيب دي بنقعد نعمل دراج ودروب، فلما نيجي من دراج ودروب بيعمل لنا الايه الجيسون ده. وبعد كده بنروح على الخطوه اللي بعدها اللي هو بنبعت الداتا بتاعتنا للسيرفيس اللي احنا هنستخدمها المره دي اللي هي اسمها clap.app. clap.app ده سيرفيس بتبعت له الفيديو بتاعتك. عندك طريقتين، يا اما تستخدم الانترفيس بتاعه وده ساعات بيبقى ارخص شويه، يا اما بتستخدم الاي بي ايز بتاعته، وده لو في حاله ان انت عايز تعمل اوتوميشن زي ده، لو من غير ما تدخل نفسك كل شويه في البروسيس او تدخل وتعمل سكادول والحاجات دي كلها وتعمل ابلود بنفسك، ممكن تبعت له اللينك هو يعمل لك كل البروسيس بتاعتك. دي اول سيرفيس. التاني سيرفيس اللي هو انك تقدر تجنريت هنا عن طريق الانترفيس بتاعه، بتعمل له اليو ار ال بتاع اليوتيوب بتاعك وبتعمل جنريت، وهتلاقي عندهم هنا البرايسنج بتاعهم. هنخش على المونثلي بيبدا من $29، ده على حسب بتابلود 10 فيديوز مونثلي، وهنا 30 فيديوز مونثلي وهكذا. لكن لو انت هتستخدم في الريسورسز بتاعتك الاي بي ايز زي ده، الاي بي ايز هنا بتستخدمها بالسنتس، يعني بير كول، يعني على كل كول بتعملها بتستخدم فيها اي بي اي هو بيحاسبك عليها على حسب لو انت عملت سند، لو عملت ريسيف وعملت كونفرت. وبعد ما بنعمل الداتا دي، بعد ما بنبعت الفيديو، بعد كده بنتشيك على الستاتس بتاعتنا، هل هو ريدي، هل هو مش ريدي، الحاجات دي كلها. فاحنا بنعمل ايه دراج ودروب، بندخل برضو اليو ار ال سوري صح، رجعنا هنا تاني الكلاب بعد ما بندخل الفاليو بتاعتنا وكل حاجه، وبعد كده بنعمل السورس الفيديو يو ار ال، بندخل اليو ار ال اللي احنا عايزين ندخله، وبعد كده بنختار اللانجوج اللي هو بتاعت الكابشن او الترانسكريبت اللي هي الكتب تحت، او هو الكابشن انا عايزه بالانجليزي مع ان الفيديو نفسه بالعربي. وبعد كده بقدر اقول له التارجت كليب كاونت، انا عايز كام فيديو او كام شورت، ده الداتا بتاعتنا اللي هي دي، بنعمل دراج اللي هي بتبقى 1، وبعد كده بقول له ماكسيمم اقصى رقم، برضه انا عايز 1 مش عايز اكتر من كده. وبعد كده ببتدي ادخله بقى بقيه الداتا، الايديتنج اوبشنز بتاعتي. انا قلت له عايز كابشن، انا عايزك تعمل لي ريفريم، عايزك تحط لي ايموجيز وانا بتكلم، عايزك تشيل لي النويز كانسل، تعمل لي نويز كانسليشن او تشيل اي دوشه جنبي، وبعد كده عايزك تعمل لي انترو تايتل. وقلت له برضه انا عايز المينيمم ديوريشن، اقل مده تطلعها لي 15 ثانيه واقصى مده تعملها لي 60 ثانيه، والتارجت بتاعي او المستحب بتاعي 30 ثانيه. وبعد كده بعمل اكسكيوت للكود ده، اكسكيوت للنود دي، وبعد كده هو بيبعت لي هنا ان هو الستاتس بتاعتها اذا كان بروسيسنج، هو طبعا عشان بيبعت في البدايه فبيكون بروسيسنج. طيب وبعد كده بنتشيك على الشورت جنريشن ستاتس بتاعنا، بنشوف هل هو خلص ولا ما خلص. بندخل يو ار ال نفس الكلام برضو، الداتا بتاعتنا مفيش اي حاجه ثانيه بنبعتها، بس بندخل الداتا بتاعتنا. وبعد كده بنشوف بنعمل دراج ودروب اللي هو الاي دي بتاعنا من هنا، بدراج ودروب ندخل الاي دي، وبعد كده هو بيقول لنا هنا كل شويه هيتشيك، لو ستاتس هيقول لك لسه بروسيسنج، لو خلصت هيقول لك ريدي. وبعد كده بنعمل بقى بنعمل هنا if statement او if check، بنشوف لو هي it's equal to ready، انا الستاتس بتاعتنا هنا ready، لو هي تمام هيخش على المرحله اللي بعدها، لو هي مش تمام هياخد دقيقه، وبعد كده هيرجع يعمل تاني بروسيس ويتشيك لو هي موجوده او مش موجوده، وهكذا لحد ما هي تكون جاهزه. وبعد كده وانس ان هي ريدي بنقول له خلاص اعمل لي كده بعد كده ليست للجنريتد كليب ايديا اللي انت اخترته. هو هنا بيطلع عشان انا قلت له هات لي فيديو واحد بس، مش ببعت له حاجه ثانيه غير الجيسون ده. بيتشيك لو هنا بصيت على الداتا بتاعنا هتلاقي ان احنا عاملين في الفيديو بتاعنا اللي هو الريزلت بتاعتنا ان هو خلاص فعلا رجع لي ده النيم الاندرستاندينج ترانسفورمرز او ذا جيم تشينجر ان اي اي، هو اللي بيختار لك الكلام ده كله، الكرييتد ديت، ابديتد ديت، الفرايتي سكور. وبعد كده بيقول لك برضو ايه الاكسبلانيشن بتاعك، البابليكيشن كابشنز لو انت عايز كابشن للتيك توك، كابشن لليوتيوب، لللينكد ان، للانستجرام، هو بيطلع لك كل الحاجات دي كلها. وبعد كده بيطلع لك الترانسكريبت تكست
برضو مع الكلام ده كله. بعد ما انت بتخلص الحاجات دي كلها بتعمل اكسبورت بتعمل اكسبورت او بتاخد الداتا كلها اللي انت اتعملت دي من كلاب نفسه، وهو بيرجعه لك على نفس الشكل ده اللي هو بالاي دي والاستيميتد ريديات والبروجكت اي دي، ونفس السايكل اللي احنا عملناها ورا هنعملها هنا تاني عشان نقدر نفتش الداتا بتاعتنا لحد برضو ما بنفضل ماشيين برضو في نفس اللوب دي، بنشوف لو هو جاهز او مش جاهز. وبعد كده هناخد اليو ار ال ده اللي هو اليو ار ال بتاع الشورت اللي احنا عايزينه. احنا كنا عايزين واحد شورت واحد بس، فيديو واحد بس، فهو بيرجعه لك هنا. برضو نفس الكلام بنقول له برضو الداتا بتاعتنا اعمل اكسبورت اللي هو الاي دي بتاعته كذا، الاكسبورت كذا، وبعد كده الاي دي بتاع الفيديو ده عشان نقدر نداونلود الفيديو عندنا احنا. وبعد كده بندخل على الستيب الثانيه وهي انك تعمل سكادولينج للببلش بتاعك. بعد ما بتعمل الفيتش الفيديو نفسه عشان تقدر تطلع التايتل بتاعك هنا، ده هنا بنروح عشان نقدر نطلع التايتلز بتاعتنا اللي هو ده الفيديو اللي احنا دخلناه الاساسي، الفيديو الاساسي اللي احنا بعتناه. مين هو الاوثر؟ اي اي لاب العربي. الاوثر يو ار ال ده اللينك بتاع البيج بتاعتي. النوع ده ايه فيديو، الهايت وكل الدايمنشنز واللينك والحاجات دي كلها. وبعد كده لو جيتوا بصيتوا هنا هتكون انا عملت برضو جوجل شيتس علشان يسيف الداتا بتاعت الفيديوهات وامتى هيتعملها بوست عشان انا اكون عارف لو في حاجه حابب اعدلها. فزي ما احنا زي ما شايفين في فيديو تايتل، فيديو يو ار ال، الكليب ايديا، السكور، الكليب كابشن، اليو ار ال، السكادول تايم والسكادول تايم لوكال. السكادول تايم لوكال ده على حسب المدينه اللي انت فيها. وبعد كده بنعمل لود للببلشنج سكادول فروم جوجل عشان نقدر نريتريف كل الداتا اللي على جوجل. فزي ما انتم شايفين هو جمع كل الداتا اللي هم 5 ايتمز عندنا. وبعد كده بنطلع من اكستراكت منهم البارامترز بتاعه الفيديوهات دي. بنشوف مثلا هو كام بوست بير داي، بعد كده الستارت تايم والاند تايم. زي ما احنا هنا شايفين ان هو هنا عمل سيف، ده اللي هيريتيرن هيقول لك ده كام بوست في اليوم، اللي هو 3. انا عايزك تعملي بوست 3، يعني كام بوست هتعمله في اليوم؟ هتعمل 3 بوست في اليوم. التوقيت بتاعك من الساعه 42 دقيقه لحد الساعه 3 العصر. وبعد كده بنخش على الستيب اللي بعدها، بنديترماين اللاست سكادولد تايم. بنشوف اخر حاجه اتعمل لها سكادول عشان نعرف احنا الساعه كام هنعمل ببلش. وبعد بنكتب برضو نفس الكود والحاجات دي كلها علشان نقدر نكستراكت او نريتيرن اللاست سكادول تايم. اللاست سكادول تايم بتاعنا وبنطلع البوست بير داي والستارت اور بتاعتنا اللي هو ده عشان نقدر نطلع التاريخ بتاعنا اللي هو بتاع اخر حاجه هتعملها بوست. وبعد كده بنعمل الكالكوليشن عشان نعرف هننزل امتى الشورت الجديد عشان مش عايزين الحاجه تنزل كلها في نفس اللحظه. فبنعمل برضه نفس الكلام، برضه بنكتب نفس الكود علشان نقدر نعمل اكستراكت او نعمل كالكوليشنز او حسبه للتايم بتاعنا للنيو شورت الجديد اللي احنا عايزينه. بنكتب الكود ده كله عشان في الاخر احنا عايزين الريزلت بتاعتنا، عايزين نعمل سكادولد ات عشان نقدر نسيف فيديو جديد. الفيديو اللي احنا عاملينه جديد ده نقدر نسيفه في توقيت جديد غير التوقيتات الموجوده اللي هي القديمه اللي هي دي اللي هي اللي فوق دي. وبعد كده بنروح تاني نقول له احنا عايزين بقى الفيديو نيم اللي هو احنا اصلا اوريدي واخدينه من الداتا بتاعتنا اللي هو كلاب كان بعته لنا. وبعد كده بنقول له السكور بتاعه كام والكابشن والكابشن بتاع تيك توك، واي كابشن انت محتاجه زود له كمان تيبل هنا. فانت مثلا محتاج مثلا الكابشن بتاع تيك توك، محتاج كابشن بتاع انستجرام، على حسب المنصات اللي انت عايز تنزل عليها او البلاتفورمز اللي انت عايز تنزل عليها. وبعد كده بتنزل. طبعا احنا هنا بنعمل فيديو بلس بلس وكاونت بلس بلس عشان ده كاونتر، عشان تحسبا لو احنا حطينا اكتر من فيديو او احنا طلبنا اكتر من شورت، كل الحاجات دي كلها تتحسب على كل فيديو احنا عايزينه. بعد ما نخلص كالكوليشن بعد كده بنغير التايم اللي احنا عملناه ده كله لللوكال زون بتاعنا احنا. لو انت مثلا في باريس او لو انت في مصر او لو انت في الامارات او في الجزائر او ايا كان الدوله اللي انت فيها او في امريكا، تقدر تغير التوقيت بتاعك ده عشان يظهر لك انت في الكالندر بتاعك انت على التوقيت بتاعك. وبعد كده بنقدر بنلوج الشورتس خلاص، بنابديت السكادول بتاعنا هنا بالداتا الجديده سواء كلوكال او كسكادول تايم.
اللي هو ده او ده سكيدول تايم او كلوكال، هيكون الساعه كام، هيتعمل شورت. وبعد كده بنخش على المرحله الاخيره اللي هي اسهل مرحله فيهم، اللي هي انك تبوست او تببلش الشورتس بتاعتك على السوشيال ميديا. كل الكلام ده كله طبعا ده بيدخل بيتعمل سكيدول، وبعد كده بيدخل بيتعمل بوست مع نفسه. خلاص ان انت خلاص هنا وانس ان هو اتعمل مع كلاب هو اللي بيعمل لك سكيدول وبيعمل لك كل حاجه. انت كل ما في الامر بتعمله هنا انك بتريتريف الداتا بتاعتك اللي انت هيتعمل له ابلود امتى. وبعد كده تدخل هنا على بلوتاتو، نفس الكلام، بتختار بتسيرش هنا على بلوتاتو وبتختار اللي انت عايزه، ابلود ميديا ولا كريت بوست. احنا بنختار ابلود ميديا في الاول عشان نحط الفيديو بتاعنا عند بلوتاتو، ومن بلوتاتو هو بيبتدي يبعت على كل السوشيال ميديا او كل بلاتفورم من نفسه. وبعد كده بنلاقي هنا ان هو بيبعت للانستجرام وبنبعت للفيسبوك وبيبعت للتيك توك وبيبعت لليوتيوب. وبعد ما بيخلص الكلام ده كله بخليه يبعت لي مسج هنا على التليجرام ان هو بعت خلاص الداتا بتاعته. خلاص هيقول لي هنا اليوتيوب فيديو اللي هو كذا اتعمل له سكادول خلاص، واز كونفرتد انتو كذا شورت، دول الفيديوهات بتاعت الشورتس بتاعتي، واتعمل له سكادول وببلشن على التيك توك والانستجرام والفيسبوك وات ايفر الداتا اللي انت عايزها، وتويتر او اكس، واتعمل له بالكومفورت بالزون اللي هو او التايم زون كذا وكذا وكذا وكذا. التايم زون ده اللي هو على التوقيت بتاعي انا، عشان كده بعمل سيف للتوقيت بتاعي انا غير التوقيت اللي هو هيتعمل له بوست. ان انا ممكن انا مثلا اكون في مصر والبوست ده هيتعمل له مثلا في لندن مثلا او في الصين، فهم عندهم توقيت مختلف تاني واحنا عندنا توقيت مختلف تاني. فانا عشان عايز لما اجي ابص على الكالندر بتاعتي اكون عارف انا هنا الساعه كذا وهنا الساعه كذا وهنا الساعه كذا. ده بلوتاتو لو انتوا عايزين تبصوا بص عليه او تعملوا عشان تعملوا الاي بي ايز بتاعكم، بديك اول شهر ببلاش، وبعد كده كل استخدام للسعر بتاعه. وبعد كده ده كده هيكون الشكل النهائي بتاع الورك فلو بتاعنا زي ما شرحنا 3 ستيبس. انك بتاخد الفيديو من تليجرام بتعمله كونفرت بتاخد المسج من تليجرام، بتكستراكت الداتا منها، بتبعتها لكلاب دوت اب عشان يطلع لك من الفيديو ده كذا شورت اللي انت بالعدد اللي انت عايزه. وبعد كده بياخد الشورت دي كلها بيقعد يبعتها، بينظم لك الوقت بتاعها وبياخد لك الداتا بتاعتها، بيسيبها لك في جوجل شيتس بتاعك علشان تقدر تشوف الداتا اسرع في اي وقت في اي مكان. وبعد كده بعد ما بيخلص الكلام ده كله المهمه دي بيروح على المهمه الاخيره اللي هو بينشر لك الفيديوهات بتاعتك على السوشيال ميديا بالترتيب اللي انت عايزه بالبلاتفورمز اللي انت عايزها. لو احنا هنا بصينا على بلوتاتو هتلاقي ان هو عنده اكتر من سوشيال ميديا او اكتر من حاجه. هو عنده هنا بلو سكاي، عنده فيسبوك، عنده انستجرام، عنده لينكد ان، عنده بنترست، عنده ثريدز، عنده تيك توك، عنده تويتر او اكس، وعنده يوتيوب. فانت تقدر تنشر على كل المنصات دي كلها باستخدام بلوتاتو من غير ما تقعد تعمل انتجريشن مع كل حاجه. كل اللي انت محتاجه انك تعمل لك كريت اكونت هنا على بلوتاتو نفسه، ومن عن طريقه تقدر تعمل ابلود لكل حاجه انت عايزها. ده بلوتاتو تقدر تعمل في السيتنج بتاعتك، تقدر تعمل لوجن للفيسبوك، للانستجرام، اكتر من فيسبوك، اكتر من انستجرام، اكتر من بيج على تيك توك، كل اللي انت عايزه. وكل ما عليك انك لما تيجي تدخل بتختار الفيديو او القناه اللي انت عايزها. يعني هنا مثلا في الانستجرام هتختار في الانستجرام بيج. هنا مثلا انت هنا هتحتاج مثلا اي اي لاب بالعربي ده فروم ذا ليست، ان هو بيعمل لك دروب داون ليست. وبعد كده لما تيجي تعمل في الانستجرام بتعمل برضه نفس الكلام. لما تيجي في كل اي حاجه في بلوتاتو في الميديا يو ار ال بتعمل دراج لليو ار ال بتاع ميديا، لو هو ابلود ميديا بتاع بلوتاتو نفسه، عشان ده اللي هو هيبقى اسرع عليهم ان هو اصلا اوريدي معمول له ابلود. وبعد كده بتختار الريسورس بتاعك اللي هو بوست كرييشن او الاوبريشن كرييت والبلاتفورم انستجرام. وبعد كده الاكونت بتاعك من اي اي لاب بالعربي او وات ايفر الاكونت اللي انت مسميه ايه. وبعد كده التكست بتاعك كل الداتا بتاعتك هتلاقي انت اوريدي عملت لها لوج وجبتها، فهتلاقي اي حاجه انت عايز الكابشن كل اللي تعمله دراج ودروب تحطه هنا هتلاقي نزل لك تحت، ان ده كده معناه ان هو خلاص هو قرا الداتا دي. وبعد كده هيكون عندك هنا كذا اوبشن، لو انت عايز تختار الميديا تايب ده ريل ولا ده ستوري، تقدر تنزل الحاجات اللي انت عايزها. بس كده وهو ده شكل الورك فلو كله. زي ما شفنا في الديمو ازاي نبني الورك فلو، ودلوقتي عندك كذا طريقه تكسب منها فلوس. الموضوع مش بس توفير وقت، لا ده كمان ممكن يخليك تكسب عن طريق انك تكبر قناتك
على اليوتيوب وتدخل برامج الارباح منها. تقدر تدخل الفيديو في التسويق منتجات زي الافيليت ماركت، او حتى تبني قنوات او تبني قناه وتبيعها جاهزه للمتابعين. الفكره كلها انك بتبني ماكينه محتوى شغاله 24 ساعه. وده كان فيديو النهارده عن ازاي ترفع فيديوهات يوتيوب من تليجرام وتعمل سكادول اوتوماتيك باستخدام الانتن والذكاء الصناعي. لو عايز نسخه من الورك فلو عشان تنسخها وتستخدموها هتلاقوها تحت في الفيديو، واكتب لي في الكومنتات عايزين الحلقه الجايه عن ايه. اشوفكم على خير، سلام.